اليوم في يعني أدق التفاصيل نتاع الأشغال وتقدمها. يعني التوقعات إن شاء الله في نهاية مارس يكون المركب جاهز، اللي أكيد ومؤكد أن الفرق الرجاء والوداد غيلعبوا مباريات في المركب الرياضي محمد الخامس، وفي مقدمتها مباراة الديربي لنعيشها جميعا إن شاء الله في أجواء استثنائية وجديدة. فمدينة الدار البيضاء كما قلت أولا، بالإضافة لهذه المعلمة الكروية نتاع مركب محمد الخامس، كاين الملعب الكبير اللي انطلقت فيه الأشغال وإن شاء الله غيكون جاهز في 2027. وكما قلت اللي غادي يكون معلمة كروية مغربية تاريخية، وكل الأمور تتجه كما قلت لاحتضان هذا الملعب ولتشريف الدار البيضاء الكبرى باحتضان أهم المباريات نتاع كأس العالم 2030، واستعدادا لكل هذا ولكأس إفريقيا للأمم. بطبيعة الحال مدينة الدار البيضاء انطلقت الأشغال في مجموعة من الملاعب، لا في ويناس مركب نتاع مدرسة تكوين فريق الوداد بتجهيز ملعبين من العشب الطبيعي، زوج آخرين في أكاديمية الرجاء الرياضي، واحد في بن جلون وواحد في الوزيس، باش يعني الإرث الرياضي نتاع هذه الأحداث من بينها كأس أفريقيا للأمم يبقاو رهن إشارة الفرق الوطنية وفي مقدمتهم الرجاء الرياضي والوداد الرياضي، لإعطائهم زخما آخر إضافي للاشتغال في أحسن الظروف. ملعب العربي الزاولي راكو شفتوا التطوير نتاعو مازال إن شاء الله بعد ما يجي الوداد والرجاء يلعبوا هنا انطلاقا من نهاية مارس، غادي نشتغلوا عليه أكثر باش يرجع معلمة جديدة. ملعب الأب جيجو غادي تواصل فيه الأشغال باش يرجع أيضا معلمة. والأكثر من هذا كله انطلقت الأشغال في مركبين في بوسكورة في مساحة 32 هكتار اللي كمركب وطني، يعني يوازي المركب اليوم محمد السادس معمورة في مدينة سلا، وفي مركب فيدرالي في مديونة على مساحة نتاع 12 هكتار. أعتقد بأن الهدف هو أن مدينة الدار البيضاء والأندية الدار البيضاء يستفدوا من هذه الأحداث ويكونوا في قلب يعني النتائج والاستفادة من نتائجها لتطوير اللعبة والممارسة الكروية بمدينة الدار البيضاء. ونحن مجمعون ومؤمنون على أن مدينة الدار البيضاء بناديها العالميين، لا الرجاء الرياضي ولا الوداد الرياضي، وبالإضافة للأندية الأخرى التاريخية كالطاس والراك، لا يسع المجال لذكر كل الأندية، هي القلب النابض لكرة القدم، هي معترك تطوير كرة القدم. الله يوفقنا إن شاء الله باش نكونوا في مستوى طموحات سيدنا الله ينصرو الجماهير الكروية المغربية، ولكن أيضا الجماهير البيضاوية خاصة. ونحن ننتظر بشغف أيضا اشتغال الملعب نتاع مركب محمد الخامس، رجوع هذه المعلمة لرونقها التاريخي، ليعود الفريق الوطني مجددا، لأنه ما يمكن حتى شي فريق في العالم يعني يتردد ولو للحظة للعب أمام الجماهير تاع الدار البيضاء الكبرى. سنعود في أقرب فرصة ممكنة إن شاء الله الفريق الوطني ليعيش مع الجماهير البيضاوية لحظات حاسمة وفارقة للتتويج إن شاء الله.